العمارة الداخلية اللي بيتدرس كمان في هندسة، وده بنلاقي فيه كل المقاسات العفش او الاساس اللي بيتحط ومراعاة المسافات البينية في المطاعم وفي اماكن كتير جدا. هنتكلم عليه في مرات تانية في الفيديوز الجاية. سكتشنج بقى، ليفل سكتشنج، ازاي ان انا اتدرب، منظور داخلي، ايزومتري بغرض ان انا اعمل هنا هوت الاساس بتاع الكنبه. بظهر طبعا المفصليات، ده حاجه مهمه جدا عندنا احنا زي ما قلنا الجانب اللي هيتحقق في النهايه من حيث ان هو الاساس وتنفيذه. ايزومتريز برضو، بس طبعا مع الممارسه انا طورت الايزومتري من الليفل ده ان انا بقيت في الليفل ده. عشان كده هوت انا بقول لكم دايما احنا لازم نتدرب دايما. السكشنز والالوان اللي ممكن يتحط اصلا في الحوايط، هي الموضوع طبعا بيبقى بالتعلم، انت بتغلط وتتعلم وتغلط. دي كانت اول مره، تاني مره بعد كده عرفت ان احنا هنخفف شويه الدنيا. ثم يعني موضوع طبعا كل ما تتحسن تدخل بقى في الجانب الديجيتال هتلاقي نفسك رحت للناحيه بقى، نفسك رحت بقى الليفلز اعلى، تلاقي الموضوع مريح اكتر من بعد طبعا كل التعليم الكتير قوي بالخامات المختلفه دي. الماركرز، يعني انتوا دايما طبعا بتشوفوني رصه دايما ايه الماركرز بتاعتي، سواء هي الاقلام الثين هنتكلم عليها قدام اللي هي الاقلام الماركرز الرفيعه، سواء هي الفرش، سواء هي الاقلام الماركرز التخينه. حتى زي ما انتوا عارفين هو برضو احنا بنظهر الحاجات الرسم كواقعيا برضو، ده مدخله معاه بعض الاخشاب اكتر ما يكون. هنتكلم عن كل الخامات دي. المساقط زي ما انتوا شايفين، بلان هنا الافقي الرأسي الجانبي، هنا برضو ان انا اتخيل النشاط واطلع من تخيل النشاطات اللي هتتعمل داخليا وخارجيا لان انا اتخيل اصلا المنظور الخارجي للمكان ثم المنظور الداخلي للمكان اللي احنا اظهرناه هنا. وطبعا بعض الشوتس كرييتنج، انا ازاي الشكل الهندسي الدائري اقطعه وابدا ان انا احلل منه شكل كاونتر، وان انا احلل منه شكل سلم لو سلندر، ان انا اعمل منه شكل نافوره. اوكي، اسس بقى بعد كده هو التانية بندرسها اصلا عندنا اللي هي مثلا الاضاءه والكهرباء، تفريع الإضاءة وكباسها واللوح الفرعية واللوح الرئيسية للتغذية، الصرف برضو والتغذية المية، نظام الحريق في المكان، سواء الحاجات اللي بتبقى في الحيطة في السقف سوري عشان تعمل مية او تنزل مية اول ما يحصل حريق، او الحاجات اللي ممكن بنكسرها بالرش الحريق ذات نفسها في البوكسز بتاعتها، ايه الغاز الموجود فيها وهكذا. فاحنا عندنا الموضوع بيبقى يعني متشعب عشان نوصل حتى للديجيتال ارت ميكنج بالمستوى العالي ده بيحتاج لازم ان احنا زي ما قلنا نبدا بالمستوى اللي على الورق عشان يكون الموضوع اسرع في السكيتشنج زي الليفلز دي. هي سكيتشنج فعلا، هي داخليا كنت هنا بتخيل سيركلر، الادوار هيبقى فيها ايه التقسيمه from the back، الجراج، الموضوع طب الجراج ده هيبقى هنا، طب هنا البيبان الاساسيه للدخول الخروج عشان اطلع على البيتش، وده اللي طبعا مخلينا هناك نرسم طبعا هنا الناس في البيتش من الناحيه التانية. هنا هنا البيتش والغوص وركوب اليخت، ومن جوه هنا في المكان كانوا ان هم هيشوفوا العروض اللي زي دي، هيجربوا ايه جوه، هيجربوا ايه بره، هيعيشوا ايه اللحظات ما بين ده وما بين ده، لان في تكامل عالي جدا. وطبعا هنا بقى ممكن نفتح برضو ده نتكلم بقى اكتر. هنا بيبقى فيه طبعا فهرس كامل لكل زي ما قلنا الاماكن ممكن نتكلم فيها دايما، الحاجات اللي اصلا عمارة بتدخل فيها اكتر كمقاسات، تقسيم وتوزيع الترابيزات، اكتر من الترابيزات كمان، واكتر من استخدام الحيزات الافقيه والرأسيه، سواء سلم، اسانسير، او حتى الاساس في ستاندر هنا الاساس التويلتس. طب التويلتس ذوي الاحتياجات الخاصه والناس اللي بتحتاج تقعد على الكرسي، العجل المتحرك عشان المسافات اللي هم لازم يتحركوا في حدودها، حاجات اكتر في الانشاءات والتفاصيل اللي بتتكتب طبعا هنا انديب، المسامير وتثبيت الحاجات دي وربطها واكتر من كده طبعا بكتير. فطبعا ده لوحده يعني عايز قاعده تانية كده خالص. الشنط اللي ممكن ناخدها للكليه باحجامها اللي بنشيل فيها طبعا الحاجات دي، احنا كمان يعني في الاول لازم نتعلم مانيوال وكده، سواء احنا داخلين عماره داخليه او عماره خارجيه، وباحجامها. حتى لو انا داخل مثلا تصوير برضه محتاج حاجات ذات الاحجام الكبيره دي. الكلام ده كده هو مثلا صغير وكبير. اكلمكم برضو عن حاجه طبعا كلنا بنسمع عنها، يعني مثلث الارسطو. اوكي، هل احنا عندنا نظري ولا ما عندناش نظري يا جماعه؟ والله العظيم احنا عندنا نظري برضو، بس مش بالجانب الكبير قوي زي اغلب الكليات، احنا كليه عمليه اكتر. تمام. مثلث الارسطو طبعا اللي فيه المنقله من بره، وهنا يعني بيديلي كل الزوايا اللي انا ممكن احتاجها بمثلثين التانيين، مثلث ال 30 60 ومثلث ال 45.
اللي هو 90 يعني 45 90 تمام.